الايربودز برو والايربودز 3 احدث اصدار منهم السيمي اوريجينال. اول ما نفتح العلبه بنلاقي نفس الشكل اللي موجود في البرو هو الموجود في ال3. الفرق الوحيد بس اللي ما بينهم هو في شكل السماعه من جوه. الكيس برضو بيكون مختلف شويه، ال3 بيكون اصغر اما البرو بيكون اكبر شويه. التصميم الداخلي بتاع الايربودز برو بيكون حلو جدا، والماتيريال والشكل بتاعها واللون وزن الاوريجينال بالظبط. فيها التيب كمان اللي في الود اللي بتعمل اكتف نويز كانسليشن بشكل حلو قوي. اما بقى ال3 تكون اصغر شويه، والماتيريال بتاعتها والتصميم زي الاوريجينال بالظبط من جوه ومن بره. هي زي ال2 بالظبط، ان هي بتتعلق في الود وفي نفس الوقت ما فيهاش الاكتف نويز كانسليشن. في نفس الوقت المايك مقبول جدا في الفئة السعرية دي. الوايرلس تشارجنج فهو شغال بشكل كويس قوي وبيشحن في خلال ساعتين تقريبا. كمان هما الاثنين بيجي معاهم السلك بتاع الشحن، ولكن البرو بيجي معاها مقاسات للتب اللي بتحط فيه الود. المتميز جدا بقى في التو فيرجنز دول ان هما اول بس ما تفتحهم جنب اي موبايل ايفون هتلاقيهم ان هما اتقروا من عليهم. وهتلاقي كمان زي ما انتم شايفين كده البرو احنا لسه بنعمل لها كونكشن، لما تكون مشغل ميوزك وتشيلها من على ودنك هتلاقي ان الميوزك وقفت، والعكس صحيح اول ما تركبها هتلاقيها اشتغلت، وهكذا. تاتش سنسيتيفيتي سواء هنا او هنا بيكونوا ممتازين جدا وبسرعه، سواء عايز تعمل نيكست الاغنيه تعمل بريفيس الاغنيه اللي قبلها وهكذا. ستوب ميوزك، فايند ماي ديفايس، يعني البرو وال3 موجودين عندي في ماي ديفايسز. تقدر كمان ان انت تحدد اللوكيشن بتاعهم، وتقدر كمان ان انت ترينج عليهم، ودي حاجه كمان مش موجوده في الاصدارات التانية من السيميوليشن. تقدر ان انت تكلمهم على البيج ويصلحها لك بمنتهى السهوله.